السلام عليكم. سامعين في قصة مزرعة الموت؟ هذه أشهر قضية حصلت في أمريكا عام 1978، اللي اعترف فيها إحدى المزارعين على جثة 900 شخص اعتقدوا أنهم كانوا من إحدى الطوائف اللي قرروا عنهم انتحار مع بعض، يعني يروحون الجنة مع بعض. إيش قصتهم؟ يعني بصراحة متخلفين. المهم، كانت هذه من أشهر القضايا سابقا في أمريكا، لكن الغريب أنها حصلت عام 2015. وين؟ في منطقة صفوة التابعة لمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية. كذلك سموها مزرعة الموت. إيش قصة المزرعة؟ اسمع السالفة. صاحب المزرعة هذا كان مؤجر سابقا مزرعته، لكن قرر بعد ما أخذها من الناس المؤجرين أن يبدأ في المزرعة هذه، وسوالها زي ما تقولون تكرمون مجاري، حفريات من تحت الأرض علشان يركب بيبات مجاري الله يكرمكم داخل المزرعة. أثناء عملية الحفر اكتشفوا وجود جثة مدفونة، فصاحب المزرعة بلغ رجال الأمن اللي أحضروا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يبي يعرفون الجثة هذه من متى موجودة داخل المزرعة. واللي ما يدري عنها صاحب المزرعة فسألوه: أنت فاقد أحد؟ أول شيء قال: المزرعة أصلا كانت مأجرة حق أشخاص. المهم طلع الجثة، ما يعرفون هوية الشخص هذا، ملامحه رايحة وما عنده إثباتات ولا في أي دليل يشير إلى هوية المصيبة هنا المزرعة هذه تم تأجيرها على مستأجرين كثير، يعني كثير أشخاص يعتبرون مشتبه فيهم، والموضوع ما يتحمل التأخير إلا أنه تجيب واحد وتسأله وتحقق معه، ممكن يلقون دليل وكذا. كانت الكارثة أنهم عثروا كذلك على 4 جثث أخرى، فصار عدد الجثث 5 جثث. لكن الصدفة في الموضوع أن أحد أصحاب الجثث هذه عثروا على هويته، كانت من ضمن ملابسه المدفون فيها، بالإضافة إلى خاتم ذهب مكتوب عليه اسم زوجته. فطلعوا هويته، طلعوا بياناته، ولا فعلا اسم زوجته مثل ما هو مكتوب على الخاتم. عرفوا هوية الشخص هذا وأقاموا وطلعوهم وألقوا القبض على جميع الوافدين من الجنسية الهندية اللي لهم علاقة بالمدفونين هذا. يبي يوصلون إلى حل، يبي يعرفون هذا من متى كان مختفي وشلون 5 جثث مع بعض. المصيبة أن 4 جثث منهم اكتشفوا رجال الطب الشرعي أنهم تم دفنهم وهم أحياء، وكذلك مربطة أيديهم وكذلك مقيدة، ورفعوا الجثث وعرفوا أن الموضوع فيه جناية. يعني الموضوع ما هو يعني مثل ما كانوا يعتقدون. فاللي قتلهم يعني سدد ضربة الواحد منهم أدت لوفاته، والبقية يعني كانوا مربطهم بيدينهم ورجولهم، وواضح العملية أنهم لهم علاقة في 26 شخص من الجنسية الهندية، وكلهم لهم علاقة يعني صداقة، لأن هذول اللي كانوا موجودين اكتشفوا أن واحد فيهم يشتغل نجار، وواحد يشتغل في بقالة، وواحد يشتغل يعني كل واحد له مهنة. شلون اجتمعوا مع بعض بالمزرعة في القطيف في منطقة صفوة، وكيف تم دفنهم كلهم مع بعض، وشلون الشخص اللي دفنهم مع بعض قدر أنه يسيطر على ال5 أشخاص، لكن الخامس فيهم زي ما ذكرت أنا متبين أنه تعرض لضربة في الرأس وكذلك طعنات متفرقة في الجسد أدت إلى وفاته. ولكن الموضوع كله كان غريب، لأن كل الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم ولا واحد فيهم اعترف بمعرفته بالموضوع هذا، وفعلا ما كانوا يدرون عن سبب اختفاء أصحابهم ال5. فكروا أنهم غادروا من السعودية، والقضية تبين أنها صار لهم مختفين أكثر من 5 سنوات، يعني في عام 2010. هنا حدد رجال الأمن تاريخ اللي حصل فيه الاختفاء، جابوا الأشخاص اللي كان مستأجرين المزرعة في هذا العام، يعني عام 2010. فطلع اللي مستأجر المزرعة لمدة سنة في عام 2010 مواطن سعودي تم إلقاء القبض عليه، وهو طبعا من منطقة صفوة في القطيف. ومن هنا ومن هناك تم التحقيق معه، وفي الأخير بعد الضغط عليه كشف البلاوي، قال: أنا بعترف بكل شيء. طبعا أنا جبت هذول اللي من الجنسية الهندية ال5
المزرعة إنهم يصنعون خمور، ونشتغل في الخمور المحلية، وأنا أشرف عليهم، وهم يصنعون ويبيعون على جميع العمالة الآسيوية والسعودية اللي موجودة في القطيف. كنا نطلع ذهب، لكن اكتشفت بعدين إنهم يعني كانوا يستغلوني من وراي، وأنا ما كنت أدري. يبيعون من وراي. يوم من الأيام كان مجتمعين داخل المزرعة، وأنا كنت زعلان صراحة في الجلسة، وشربنا من الخمر المحلي هذا، وأنا كان معاي 2 من أصدقائي كذلك سعوديين. طبعا هذا الأصدقائي من أقاربي. صار خلاف مع واحد من الجالية الهندية هذا اللي شغالين عندي، وأنا قمت في لحظة غضب وأنا سكران، وأخذت سكين وسددت له طعنات لحد ما فارق الحياة. طبعا بعد مشاهدات كلامية تطورت، قتلته بالسكين. لما مات يعني أنا كنت سكران وهو سكران برضو، فأنا هديت ال4 الباقيين، قلت لهم أنتم مالكم شغل وكذا. لكن اتفقت مع أقاربي الشابين السعوديين إن نحط حبوب مخدرة داخل الشراب عشان ال4 الثانيين يفقدون، وفعلا خلناهم يشربون، وأنا وعدتهم إن ما لهم علاقة في الموضوع. ولما تخدروا تمام أخذناهم ورمناهم في الحفرة مع الخامس طبعا، ورمينا الجثة ال4 معهم، هم أحياء طبعا في حالة سكر. طبعا كلهم ماتوا. والقضية هذه والجلسة حدثت عام 2016. حكمت المحكمة على الشباب السعوديين الثلاثة طبعا بالقتل، لأن القاتل استخدم قتل الغيلة، واللي هو الغدر في الشخص اللي كان واثق منه وقتله. أما ال2 أقاربه تم الحكم عليهم بالقتل حد، وتم تنفيذ الحكم في عام 2019، بالإضافة إلى 3 آسيويين كان لهم علاقة في بيع الخمور والتسويق لها، وتم الحكم عليهم كذلك جلد والسجن، وتم إقفال قضية مزرعة الموت المشهورة جدا في القطيف. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا الله لا يهينكم من الاشتراك في القناة واللايك.